عاملين ايه يا حبايبي؟ الحمد لله يا جد. المرة اللي فاتت حكيت لكم قصة سيدنا آدم وإبليس عليه لعنة الله، وإزاي إبليس غوى سيدنا آدم ونزله من الجنة على الأرض. ووقفنا لحد ما سيدنا آدم اتجوز السيدة حواء وخلفوا قابيل وهابيل. النهاردة هحكي لكم قصة قابيل وهابيل ومعاهم قصة الغراب مع قابيل وهابيل. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلاش الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بعد ما سيدنا آدم نزل للأرض واتجوز السيدة حواء، خلفوا قابيل وهابيل. خلفوا قابيل وهابيل. كان كل واحد منهم ليه في بطنه مامته أخت مولودة معاه، يعني كل مرة سيدة حواء كانت بتولد 2 ولد وبنت في نفس البطن. توأم يا حبيبة جده. فهم كان ربنا سبحانه وتعالى قايل لهم كل واحد ما ينفعش يتجوز توأمه. يتجوز مين؟ توأمه أخته من أخوه اللي هي توأم أخوه. يعني توأم قابيل تتجوز هابيل، وتوأم هابيل تتجوز مين؟ قابيل. قصتنا بتبدأ ازاي بقى النهاردة؟ إن هابيل كان بيتصف بالحنية والطيبة والجمال وبيحب ربنا سبحانه وتعالى. أما قابيل كان شديد وقاسي وكان بيحب نفسه وبيحب شهواته. ومن اختبار ربنا ليهم إن قابيل كان بيحب شهواته، وكانت أخته أقل جمال من أخت مين؟ من أخت هابيل. أنت تعبان يا حبيبي؟ خد منديل من جده. هي منديل أنف؟ لا ما ينفعش. وعلشان كده إيه اللي حصل؟ سيدنا آدم بأوامر من ربنا سبحانه وتعالى أمر إن أخت قابيل تتجوز أخت هابيل، وأخت هابيل تتجوز أخت قابيل. هابيل قال سمعا وطاعا لأنه بيحب ربنا وعاوز يطيع أوامره. قابيل قال إيه؟ إشمعنى هو يتجوز الحلوة وأنا أتجوز الوحشة؟ هي ما كانتش وحشة، كانت أقل جمال، وقال لك دي توأمي وأنا أولى بيها. فالخلاف وصل لمين؟ لسيدنا آدم. سيدنا آدم قال لهم خلاص ربنا هو اللي هيحكم فيكم. ربنا قال إيه؟ قال لسيدنا آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام كل واحد فيهم يقدم قربان. القربان زمان كان بتبقى هدية بنقدمها لربنا سبحانه وتعالى، واللي بتبقى هديته حلوة بيحصل ايه؟ نار بتنزل من السماء تاخدها، ويبقى كده القربان اتقبل. فقالوا تمام خلاص كل واحد فينا هيقدم قربان. هابيل عشان بيحب ربنا راح نقى أحلى حاجة عنده نقاها علشان يقدمها لمين؟ لربنا، لأن احنا بنقدم أحلى ما عندنا لمين؟ لربنا. أما قابيل كان بخيل، قاعد يقول إيه؟ أقدم خروف بس عيب. قاعد يقول إيه؟ أقدم خروف. قال لأ
الخروف لحمته كويسة وجميلة. قال أقدم تفاحة؟ قال برضو لأ، التفاحة جميلة. طب أقدم إيه؟ راح بص على شوية عشب في الأرض وحشين خالص، وراح أخدهم وقال لك هم دول، أنا مش محتاجهم. أما هابيل روح دخل ونقى أحلى حاجة عنده، كبش كبير سمين جميل زي اللي بناكله في العيد، وأحلى منه كمان. بالظبط يا حمو. راح جه أخده وراح طلعوا هما الاتنين في المكان اللي ربنا أمرهم بيه. ده حط القربان وده حط القربان. ربنا أصلا مش محتاج منهم حاجة، ربنا بيقول لهم كده اختبارا ليهم علشان هم يطيعوا أوامر ربنا. راح جيت النار نزلت على مين؟ على القربان الأحلى الأجمل اللي ربنا يعلم إن صاحبها كويس. نزلت على مين يا مازن؟ هابيل. مظبوط يا مازن. راح إيه اللي حصل؟ قابيل بدل ما يعتبر ويقول أنا غلطت، لا عمل إيه؟ اتغاظ وقال إيه؟ أنا هقتلك، قال هأقتلنك. هابيل رد عليه وقال له إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. راح ربنا قال إيه سبحانه وتعالى على قابيل؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. حصل إزاي بقى؟ بعد ما نزلوا وده اتجوز أخت ده وده اتجوز أخت ده زي ما ربنا أمرهم، راح جه قابيل وراح دخل وأخوه مش واخد باله، وراح مسك حجر كبير راح ضربه على راسه، راح دمه سال على الأرض ومات. بقى واقف قدام أخوه مش عارف يعمل إيه، إزاي قتل أخوه؟ طب يروح لأبوه ويقول له أنا قتلت أخويا؟ طب يعمل إيه؟ طب يرميه في المية؟ المية عدان. إيه يا حبيبي؟ مين اللي مات؟ هابيل هو اللي مات وقابيل هو اللي قتله. أرميه في المية؟ طب أعمل إيه؟ راح إيه اللي حصل؟ ربنا أرسلهم الغراب، أرسل له الغراب. راح الغراب عمل إزاي؟ راح قابيل بص كده راح لقى الغراب بيعمل إزاي؟ فبعد ما الغراب بصله راح لقى إن الغراب الذكي ربنا أمره وحفر حفرة في الأرض وكان معاه غراب تاني. راح حط الغراب اللي ميت في الحفرة وردم عليه. راح قابيل وقف وفي وسط ذهول وعدم تصديق للي حصل وقال يا ويلته أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يعني إنسان معرفش يعمل اللي عمله الغراب وبقى قتل أخوه وبقى بيطيع لشهواته. ومن ساعتها أي حد بيقتل قابيل بياخد ذنبه عشان هو أول واحد عمل جريمة القتل على الأرض. إيه يا حبيبتي؟ يا جدو يعني أي حد يقتل مش هياخد هو الذنب بس سيدنا قابيل هو اللي هياخده؟ لا قابيل مش سيدنا. وبعدين أي حد هيقتل اللي قاتل هياخد الذنب وقابيل هياخد كمان الذنب، هما الاتنين هياخدوا الذنب. كده احنا عاوزين نعرف استفدنا ايه من اللي احنا قلناه ده. مين اللي عارف؟ بس قبل ما تقولولي قومي يا سلمى هاتي البونبونيرة يا حبيبتي. ها مين اللي عارف احنا استفدنا ايه؟ يرفع ايده. قولي يا ملك. استنى اقعدي. إن هابيل اسمه ايه ده؟ هابيل
طب قولي يا أرو. احنا استفدنا ان احنا بنقتلش اخوات. صح. واستفدنا ايه تاني؟ ونقدم اغلى ما عندنا وعدم التكبر. صح، نقدم اغلى ما عندنا وعدم التكبر. ها، قول اي حاجة انت استفدتها. حلو. ثانية دوركو، قول. انا كنت خاله مين؟ انا جده عبده، محدش يقول خاله. خاله ده ابني، انا جده عبده. اللي احنا نسمع كلام ربنا واللي يأمرنا بيه نعمله. ماشي. طيب هات البونبونيرة التانية يا حبيبي. خدي يا حبيبتي. جدو. ايه يا حبيبة جدو؟ واستفدنا اللي احنا نقدم ما اغلى من عندنا لربنا. صح يا حبيبتي. مش سمعت القصة؟ يبقى برضو تتكافئ. احنا كده النهاردة خلصنا، ومعادنا المرة الجاية نحكي القصة الجديدة. يلا يا حبايبي. باي يا جدو.